ثلاثة جالسين يتصايحوا، واحد منهم يرفع صوته قوي، واحد من الثلاثة بيقول له صلي على رسول الله، يشتي يهدئه، صلي على رسول الله. قال ما اشتيش اصلي على رسول الله. قال له صلي على رسول الله. قال ما اشتيش على رسول الله، لا تخليني اغلط. فهذاك سكت، والحمد لله انه سكت، لانه لو زاد وقال له صلي على رسول الله ربما يغلط على رسول الله ويوقع في مزلق خطير قد يخرجه من الاسلام. لذلك اذا غضب الواحد منا عليه ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احباب الكرام، لكني عندها عرفت وعلمت أن هذا والله محروم مخدوع بخيل، لأنه جاءت إليه لحظة وفرصة يصلي صلاة واحدة على رسول الله فيصلي الله عز وجل عليه بها 10، ولكنه لا حول ولا قوة إلا بالله بخل وحرم وغبن خدع. فانتبه، انتبه تكون مثل هذا، تأتي إليك هذه الصفات الثلاث إذا جاءت لك لحظة من اللحظات أو فرصة من الفرصات، وما أكثرها، يومك كله فرص تصلي على رسول الله، أكثر من الصلاة على رسول الله، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.